كأس الأندية المحرزة على الكؤوس في الجزائر ضد سريع غليزان إلى أكتوبر الفارط، والهدف الرابع اللي سجله الإفريقي في الإسكندرية أمام النادي المصري في نصف النهائي نفس المسابقة هي صورة في زوز مشاهد تلخص 9 سنوات ونصف وتقتصر بالخصوص مسيرة أحسن هداف تونسي في كل المسابقات الإفريقية ب 22 هدف. صاحب الحظ صاحب الامتياز في 18 متر متاع المنافس ما هو إلا فوزي الرويسي. كما قلنا 22 هدف في 5 مواسم إفريقية، كل هذا في 9 أعوام. ب4 أهداف فوزي الرويسي هو أيضا أفضل هداف النادي الإفريقي في مسيرته المتواصلة نحو اللقب الإفريقي للأندية الفائزة بالكأس. أول أهداف المهاجم الدولي في المسيرة الحالية كانت ضد جمعية الموظفين لبوبو ديولاسو البوركينية الدور السادس عشر 3-0 في المنزه. الإفريقي فاز وكان طبيعي أنه لاعبه رقم 1 يكون في الموعد بعد ما راوغ تقريبا كل الدفاع البوركيني. بقية الأهداف جات خارج القواعد في ثمن النهائي ضد كانون دولا الكامروني اللي فاز عليه ممثل تونس 5-1 على مجموعة زوز مقابلات. ضربة جزاء في ملعب كيتوي افتتح بها النتيجة أمام باور ديناموس الزامبي، والإصابة الرابعة منذ شهر أمام النادي المصري بعد هجوم معاكس وتمهيد من فاروق الطرابلسي يخلي فوزي الرويسي في مواجهة مع الحارس وفي وضعية يحب مثلها للمراوغة والتهديف. هذه آخر أهدافه الإفريقية عددها 22، أولها في الجزائر في مارس 90 أمام سريع غليزان. إثر اللقاء أصبح خلاله فوزي الرويسي أول لاعب في النادي يسجل ثنائية في مباراة قارية. في نفس العام اللي خسر فيه أول نهائي إفريقي أمام BCC لاينز النيجيري، فوزي الرويسي في ثواني فقط كان فسر طموحاته القادمة أثناء حصة تلفزية. كما سبقت قلت لك ما تفرجتش فيه طار الشابية، ما سمعت عليه برشا. إن شاء الله نوصلوا نعملوا حتى القليل من اللي عملوه إن شاء الله. نوفمبر 91 ضد ناكيفوبو فيلا الأوغندي، بالنسبة للاعب عمره 20 سنة وبعض الأشهر أمامه أكثر من 40 ألف متفرج في ملعب الكل وراء النادي الإفريقي من أجل لقب الأندية البطلة. التفاعل مع الحدث كان إيجابي جدا، وفوزي الرويسي وفي سمعته في اقتناص الأهداف يسجل مرتين. 6 أهداف في المجموع خلال 4 مقابلات في السي 1، والنادي الإفريقي بفضل مهاجم مساعد يصبح بطل إفريقيا. 50 لقاء دولي منذ 89، هو بالتوازي أصغر لاعب تونسي تحصل على الحذاء الذهبي. تلقاوه في إنهاء العمليات عندما يصبح لاعب وسط ميدان للتمهيد لزملائه أو حتى للحضور معنويا ومساندة العناصر الشابة في الفريق. في أبيجان بالخصوص في مستوى الهجمات المعاكسة جانب هام من حظوظ النادي الإفريقي تبقى بين أقدام فوزي الرويسي.